يسعد مساكم، معكم رانيا بفيديو جديد. اليوم أكلتنا غير شاورما بصدر معلبات العدس. اتوفر الدجاج بالسوق ولكن الأسعار خيالية، واليوم راح نعمل شاورما على قد الحال، والحمد لله نعمة وفضل من رب العالمين. زي ما انتم شايفين هذه العلبة نزلت على السوق فيها عدس وقطع صدر، والآن راح نصفي قطع الصدر من العدس وبعد هيك راح نغسلهم ونقلبهم مع بصل. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وما تنسوا التعليق على الفيديو لحتى يصل لأكبر عدد. راح نصفي العدس جيدا وبعد هيك راح نغسل قطع الصدر في الماء، وبعد هيك راح نحلوسهم مع البصلة والفلفل والفليفلة. وهيك بعد ما صفينا قطع الصدر من العدس غسلناه جيدا، وبعد هيك راح نقلبه بالبصل والفليفلة والتومة. راح نتركهم لحتى يتدبلوا، وبعد هيك راح نضع قطع الصدر اللي استخرجناها من العدس. زي ما انتم شايفين الآن عم بنضع قطع الصدر، والآن راح نقلبهم جيدا، وبعد هيك راح نضع بهارات الشاورما. بعد ما نضع بهارات الشاورما راح نعمل صوص الطحينة جنبها لحتى نحس بشعور الشاورما. زي ما انتم شايفين من علبة عدس صنعنا صاج شاورما. شكرا لكم، ما تنسوا التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.